فيلمنا بيبدأ سنة 1999 مع باريس وهو مع أمه بعد ما عملوا حادثة ووقعوا بالعربية في المية، وحاول باريس كتير يساعد مامته بس الحزام ما كانش راضي يتفك من عليها، فاضطر يسيبها ويطلع هو من شباكه اللي كان مفتوح. وبنيجي بعدها بفترة وباريس واقف على بحيرة اسمها كادو بيشتغل في توصيل وتصليح الأنابيب فيها مع والده، واللي واضح إنهم ما كانوش على وفاق. وبيكون باريس دايما حاسس بالذنب إنه ساب أمه وطلع، وبيطلب منه أبوه إنه يجي يحضر معاهم التجمع العائلي، لكنه بيرفض وبيكتفي إنه بيوصل أبوه للبيت. وبنيجي بعد كده في سنة 2022 لإيلي وآنا بنت جوز مامتها وهم في السوبر ماركت بعد المدرسة، واللي واضح إنها بتجمعهم علاقة حب قوية، لكن ما بتكونش إيلي على وفاق مع مامتها دايما، عشان كده بتسيب البيت وبتقعد عند صاحبتها كلير، وبتطلب آنا من إيلي إنها ترجع البيت تاني، ولكنها بتتحجج إن بيت كلير أقرب للمدرسة، وبيركبوا المركب علشان تروح آنا. وأول ما بتوصل آنا لعند بيتها بتصرخ جامد، فبتروح إيلي ليها بسرعة عشان تلاقي تمساح مات بطريقة غريبة وكان حيوان تاني اتهجم عليه، فخدت إيلي التمساح ورمته في البحيرة عشان تتخلص منه. وبنرجع تاني لباريس اللي بيروح للدكتور اللي كان مسؤول عن حالة والدته عشان يفهم منه أكتر، فبيقول له إن والدته جالها نوبة من نوبات الصرع بس في وقت غلط، وقت ما كانت سايقة، وده اللي خلاها تتقلب بيها العربية. بس حاول يفهم منه عن باقي الأعراض اللي كانت بتيجي لمامته، وكان بابا مسجلها في ورقة زي نزيف في ودنها بشكل دايم وزي رعشة الإيد، لكن الدكتور مهتمش غير إنه يقول له إن والدته جالها نوبة صرع فاتقلبت بيها العربية. وبيرجع باريس لحبيبته سالست اللي كانت مستنيه عشان تقضي اليوم معاه قبل ما تسافر هيوستن تاني يوم. وبنشوف بعدها إيلي وآنا وهم قاعدين مع بعض، وبتحاول إيلي تساعد آنا في خلع سنتها، وبعدها بيخرجوا يقعدوا في تجمع عائلي مع أمهم وجوز أمهم دانيال، وبيكون واضح على إيلي إنها مش مبسوطة، على عكس آنا اللي بتكون بتتكلم وبتوريهم إنها لقت على البحيرة نوع من أنواع الفراشات القديم الميت على سطح البحيرة. وبتدخل إيلي ورا مامتها عشان تساعدها، لكن مامتها بتقول لها إنها مش محتاجة مساعدة منها، وده لأن كان إيلي دايما بتكسر الأطباق بتاعتهم، وطلبت إيلي من مامتها شهادة وفاة والدها وتوقيعها عشان مطلوبة في المدرسة، لكن مامتها رفضت تديها شهادة وفاة والدها، وهنوقع أنا ودانيال كأبوكي وأمك، ولكن إيلي أصرت إنه لازم حد يكون نفس اسمها الأخير إليزابيث لانج، واتخانقت مع مامتها وطلعت الأوضة اللي فوق تدور هي على شهادة الوفاة. وفي الوقت ده بتوريها أنا السلسلة بتاعتها الجديدة وبيتكلموا مع بعض، لحد ما بتدخل مامة إيلي وبتتعصب جدا إن إيلي مصممة تدور على شهادة الوفاة، وبيتخانقوا مع بعض، وبتطلع إيلي تسيب البيت وتمشي، وبتروح وراها أنا تترجاها ما تسيبش البيت، لكن بيمسكوها ويقولوا لها ما تروحش وراها. وبيروح دانيال ينبه إلا إن المية منخفضة النهاردة، لو هتتحرك بالمركب ممكن يحصل معاها مشكلة. وبالفعل بعد ما اتحركت بشوية المركب وقفت منها لثواني، وسمعت صوت غريب كده، لكن الصوت راح بسرعة والمركب اتحركت. وراحت بعدها إيلي البيت كلير تبات عندها عشان يجيلها تليفون تاني يوم الصبح من مامتها إنهم مش لاقيين آنا، وإنها غالبا خرجت علشان تروح وراها لكلير وتاهت. وبتوصل إيلي البيت دانيال وبتربط المركب بره وبتروح تتكلم مع مامتها، لكن بيدخل دانيال يسألها فين المركب، فبتقول له سبته بره، فبيفاجئها إن مفيش أي مركب بره، وبتطلع معاه علشان تبص عليه وفعلا مش بتلاقيها. وبيفكر دانيال ان إيلي مش متحمله المسؤوليه، لكن هي بتحلف له انها سابت المركب هنا، وان صاحبه مارك شافها وهي بتربطه. وبنرجع تاني لباريس وهو في البحيره بيتتبع ماسوره فيها عشان يعرف بتوصل لحد فين، لكنه بيوصل لنقطه معينه بيحس بوجع في راسه وودنه، وايده بدات تتحرك حركه خفيفه، فبيرجع للمركب بتاعته بسرعه، لكنه بيتصدم لما بيلاقي في الميه السلسله بتاعت والدته، وهو متاكد انه محتفظ بيها في البيت. وبيروح فعلا وبيلاقي نفس السلسلة موجودة في البيت، وبتبدأ رحلات البحث عن آنا في بحيرة كادو، لكن واجهوا مشاكل كبيرة بسبب ان منسوب المية قل. وبياخد باريس حبيبته سالست علشان يوديها للمكان اللي حس فيه برعشة ايده ووجع في وشه، لكن بيتفاجئ انه المكان كأنه ما بقاش موجود، فبتفكر سالست انه المرض اللي كان عند ام باريس وراثة، وانه ممكن ينتقل لاولادهم، ودي حاجة مخوفاها جدا. وبنروح لباريس وبيراجع ملفات مرض مامته، وبيكتشف ان كل سنة المية كانت بتبقى منسوبها قليل فيها كانت مامته بتصاب بنوبات الصرع في نفس السنة. وبيفهم هنا انه لما اخد سيليست ما حسش بالوجع في وشه والرعشة عشان الدنيا كانت بتشتي في المكان فما كانش جاف. وبنيجي بعدها لفرق الشرطة اللي لقت مركب آنا، لكن ما لقوش سترة النجاة بتاعتها جوه، وكملوا بحث، لكن كل مرة المية بتنحصر فيها بيصعب عليهم البحث عشان المراكب بتعلق في البحيرة. وبترجع إيلي لمامتها عشان تحاول تساعدها وتفكر معاها، لكن مامتها رافضة مساعدتها وسألتها
اخر مرة فضلت في البيت كانت امتى؟ انا كانت بتعيط كل يوم عشان مستنياكي ترجعي. وبدأت إلي تتكلم عن والدها انه اختفى وما نعرفش عنه حاجة، لكن بتقاطعها مامتها وتقول لها لا هو ما اختفاش، هو سابنا عشان خاطر بنت تانية، وانت صغيرة هجمتني البنت التانية وقلت لها تبلغه ان ليه بنت اسمها إلي، لكنه برضه ما رجعش لانه هو اصلا مش عايزنا. بتتعصب إلي جدا وبتنزل تاخد المركب وبتقرر تدور هي على انا بنفسها، وبيكون معاها ورق منسوب المية عشان تعرف تتحرك من غير ما مركبها يعطل في البحيرة. وفضلت تمشي في البحيرة لحد ما فجأة المركب وقف وموقعها اتغير على الجي بي اس، لكن في نفس الوقت كانت في مركب من الشرطة في المية، وفضلت تمشي في المية لحد ما دخلت في بوابة غير مرئية. بعدها اختفت كل حاجة، اختفى المركب بتاع الشرطة واختفى الهليكوبتر، فطلبت من شخص انه يساعدها ويروحها بالمركب لبيت مامتها بس. واول ما بتدخل البيت بتلاقي مشهد بيتكرر من تاني لما راحت لهم في اليوم اللي انا اختفت فيه. وكانت المفاجأة لما بصت من الشباك لقت نفسها في المركب وجاية من عند كلير بالظبط زي اللي حصل في اول يوم انا اختفت فيه، وخرجت بسرعة وخدت مفاتيح المركب واتحركت بيه. وهنا يفهمنا ليه بعدها لما خرجوا ملقوش المركب، وده لاننا بنتكلم في ابعاد زمنية مختلفة، والبوابة اللي عدت منها إيلي رجعتها لليوم اللي اختفت فيه انا. وبتبدأ إيلي تحس بنفس الرعشة اللي باريس كان بيحس بيها، وبتكون إيلي وباريس في البحيرة في نفس الوقت وعند نفس المكان، ولكن في سنين مختلفة وابعاد زمنية مختلفة. وبتفضل إيلي تنادي على انا لحد ما بتلاقي حد بيرد عليها، فبتروح لها على طول وبتلاقي انا على المركب بتاعها وهي في طريقها ليها بتعدي برضه ببوابة غير مرئية بتسبب انه ودنها بتبدأ تجيب دم. وهنا بتستغرب إيلي لان المركب بتاع انا لقوه من فترة وهو عند البيت، وبتتفاجئ اكتر لما بتلاقي السنة اللي خلعتها الانا موجودة وكأنها ما اتخلعتش اصلا. وهنا بتفهم ان في حاجة غلط وان مش دي انا اللي بيدوروا عليها. وفي نفس الوقت بيلاقي باريس طفلة نايمة على الارض اللي هي برضه بتكون انا بس مصابة بجذع شجرة في ظهرها، فبيجري عليها يساعدها ويشيل الجذع ويحاول يوقف النزيف، لكنه هو بيجري بيعدي بوابة تانية لكنه ما بيهتمش علشان ينقذها، لكنه فجأة ما بيلاقيش البحيرة زي ما هو متعود عليها، وبيلاقي الناس ولبسهم والمكان شكله بقى غريب جدا، وبيبدأ يتكلم مع الناس وهو مش فاهم اي حاجة، وبيسألهم عن التاريخ اللي هم فيه فبيردوا يقولوا ان احنا في سنة 1952. بيتفاجئ باريس بس اول حاجة بتيجي في باله انه ممكن يرجع بالزمن للسنة اللي مامته ماتت فيها ويحاول انه ينقذها. وبتروح إلي عند دانيال ومامتها بتلاقي انا موجودة هناك عادي، وبتعرف انها رجعت للزمن لقبل ما انا تختفي وما بتبقاش فاهمة ايه اللي بيحصل، فبتاخد مركب وبتنزل البحيرة تاني عشان تعدي بوابة تانية بتلاقي فيها مركبها وموبايلها بيرن، لكن لما بترد على دانيال بتكون الشبكة وحشة ومش عارفين يسمعوا بعض. وبتلاقي نوع الفراشات اللي اخته كانت بتلاقيه ميت موجود حواليها وبيطير عادي جدا، فبتقرر انها تفهم ايه اللي بيحصل، فبتمسك الحبل من المركب بتاعها وبتربطه في شجرة وفي نفسها عشان لما تروح في حتة تعرف ترجع من تاني. وفي نفس الوقت باريس في زمن تاني شايف الحبل المربوط بس مش شايف اي شخص، وبيفضل ماشي ورا الحبل لحد ما بيوصل لمركب إلي في 2022، فبياخدها عشان يطلع من البحيرة، لكن الشرطة بتوقفه وبتطلب منه تصريح المركب، ولانه طبعا مش مركبه وفي زمن غير زمنه فبيحاول يجري بالمركب لكن بيتقلب بيها وبيتقبض عليه وبيتحجز في المستشفى. وبتلاقي إلي مركب صغير بتستخدمه عشان تطلع من البحيرة فيه، وهي طالعة بتلاقي سترة النجاة بتاعت انا فبتتوقع انها ممكن تلاقيها بره، لكن وهي ماشية بتلاقي ورقة انتخابات ومكتوب فيها ان التاريخ 2005، فبتدخل السوبر ماركت وبتسألهم عليها لكن محدش بيكون شافها خالص. فبتخرج إلي من السوبر ماركت لكن بتلاقي سلسلة انا متعلقة في عربية، فبتجري على العربية دي وبتحاول تفتحها وتاخد السلسلة منها، لكن صاحبة العربية بتيجي وبتتخانق معاها عشان ترجع العقد، فبتسألها اللي معاكي منين العقد ده؟ العقد ده بتاع اختي. فبترد البنت بتقول لها انها ده عقد والدة حبيبي انا لانج اداهوني قبل ما يختفي، وفرجتها نشرة الاختفاء بتاعت حبيبها واللي بتتفاجئ إلي ان هو والدها، وبتبلغها البنت صاحبة العربية لو تعرف مكانه تبلغه لانه عنده طفلة اسمها إلي ولازم يرجع لها. فبنفهم هنا ان صاحبة العربية دي تبقى امها وهي نفسها سيليست حبيبة باريس، وان باريس هو ابو إلي، وان انا لانج والدة باريس، وان المشهد ده هو المشهد اللي مامة إلي حكت
لها عنه في 2022. فبتجري على محل كمبيوترات وبتبدأ تعمل سيرش باسم أنا لانج عشان تلاقي أنا توفت سنة 1999 وهي عندها 55 سنة. فبتعمل حسبة بسيطة بتعرف بيها إن أنا راحت للزمن التاني وهي عندها 8 سنين، وهو نفس الوقت اللي اختفت فيه من 2022. وبتفهم هنا إن أنا عدت من البوابة الغير مرئية وعاشت في زمن تاني وكونت حياة وأسرة واتجوزت وخلفت باريس. وكان المحقق مارك بيحقق مع باريس في المستشفى وكان شاكك إن باريس يعرف مكان أنا الصغيرة، لكن باريس كان مش فاهم أي حاجة وحاول مرة تانية يهرب ووقف عربية ونزل اللي فيها علشان يهرب بيها. وكانت العربية بتاعت دانيال وسيليست اللي بصت لباريس بصة وكأنها عارفاه، لحد ما الشرطة حوطته من كل مكان فرمى نفسه في المية وحاول يعوم، لكن السد اللي في البحيرة اتكسر والدنيا اتملت مية وغرق، وده اللي خلاه ما يرجعش في الزمن لسيليست ويسيبها هي وبنتها إلي لوحدهم. وفي نفس الوقت كانت بتحاول إلي ترجع بالحبل للزمن بتاعها، وأول ما وصلت لقت الحبل اتقطع، وده بسبب المية اللي السد ملا بيها البحيرة، فمنسوب المية زاد فاتقفلت البوابة الغير مرئية. وكان دانيال بالمركب لسه بيدور على آنا وشاف إلي فأنقذها بسرعة في المركب، وحكى لها إن مامتها النهاردة شافت حد شبه والدها باريس في الشارع لكنه نط من على الجسر ومات. وبتطمن إلي دانيال وبتقول له إن أنا كويسة وإن إحنا كنا دايما عائلة، وده لأن دانيال يكون والد آنا اللي هي جدة إلي. وبترجع إلي لمامتها كانت بتتفرج على خبر موت باريس، فبتقول لإلي إن هو بابا وإنه كان بيحاول يرجع بالزمن لكنه معرفش، وورتها صورة آنا سنة 1952 وهي في المدرسة، وقالت لها إنهم ما كانوش قاصدين إنهم يسيبونا. ولحد هنا بيكون خلص فيلمنا النهاردة. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وشير وتفعل زر الجرس عشان يوصلك مننا كل جديد، واستنونا في الملخص اللي جاي إن شاء الله. وما تنسوش تقولوا لنا رأيكم تحت في الكومنتات. سلام.